السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في صفحة عالم القطارات. الفيديو ديال اليوم حول مواعيد وأثمنة القطارات ابتداء من فاتح فبراير 2024 في المغرب. كيف ما تتعرفوا، مواقيت وأثمنة بعض الخطوط في المغرب تتعرض تغيير بإضافة أو حذف بعض القطارات على حسب مواعيد العطل الدينية والوطنية والعطل المدرسية. في حالة كان شي تغيير جديد غادي تلقاو في هذه الصفحة الثاني إن شاء الله. الخط الأول اللي غادي نشرحه في هذا الفيديو هو خط الدار البيضاء في اتجاه مراكش، انطلاق من محطة الدار البيضاء المسافرين، مرورا بمحطة برشيد، سطات، بن قرير، وصولا إلى مدينة مراكش. أول قطار كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين هو قطار رقم اسم ديالو تي ام. هذا القطار كيجي من مدينة طنجة كيمشي لمدينة مراكش، قطار عادي من نوع أطلس. كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 6 صباحا و15 دقيقة. كيكون في مدينة برشيد على الساعة 6 صباحا و50 دقيقة. كيوصل لمحطة سطاس على الساعة 7 صباحا و10 دقائق. محطة بن قرير كيكون فيها على الساعة 8 صباحا و16 دقيقة. وكيوصل للمحطة النهائية ديالو محطة مراكش على الساعة 9 صباحا ودقيقة واحدة. القطار الذي يليه هو قطار رقم 104. إلا لاحظتوا هذا القطار أنا مصبوه هنا باللون الأسود، علاش؟ حيت هذا القطار ما كيكونش أيام الأحد والعطل. هذا اللي كيخرج من الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 صباحا و35 دقيقة الصباح. هذا إذا كنتو غتسافروا نهار الحد مع الصباح من الدار البيضاء المسافرين ما ديروش بحسابه، حيت ما يكونش. كيكون في برشيد اذا في الايام العاديه كنطلق من مدينه الدار البيضاء المسافرين على الساعه 8 صباحا و35 دقيقه، كيوصل لبرشيد على الساعه 9 صباحا و5 دقائق. سطات على الساعه 9 صباحا و28 دقيقه. بن قرير على الساعه 10 صباحا و30 دقيقه. مراكش المحطه النهائيه كيوصل على الساعه 11 صباحا و14 دقيقه. القطار الذي يليه هو القطار رقم 106. كينطلق من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 9 صباحا و35 دقيقة. كيكون محطة برشيد على الساعة 10 صباحا و5 دقائق. محطة سطات على الساعة 10 صباحا و28 دقيقة. محطة بن قرير على الساعة 11 صباحا و30 دقيقة، وصولا إلى مدينة مراكش على الساعة 12 نهار وربع. وهكذا على باقي القطارات. كيف ما تنشوفوا كاين قطار كل ساعة من 8 و35 دقيقة ديال الصباح إلى غاية 9 و35 دقيقة ليلا. هو موعد آخر قطار كيخرج من الدار البيضاء المسافرين في اتجاه برشيد، سطات، بن قرير وراكش. هنا باللون الأخضر كاين الأثمنة ديال الرحلات من محطة الدار البيضاء إلى محطة برشيد. ثمن القطار كيتراوح ما بين 19 درهم و 26 درهم. ما بين محطة الدار البيضاء المسافرين إلى مدينة سطات ما بين 32 حتى 43 درهم. ما بين الدار البيضاء وبن قرير الثمن ما بين 78 إلى 104 دراهم. وما بين الدار البيضاء ومراكش الثمن ما بين 110 دراهم إلى 146 درهم. كما شرحنا سابقا، سبب تغير الأثمنة ديال نفس القطار هو التعريفة، واش فليكس ولا سيمي فليكس ولا كروند بيبليك كما شرحنا سابقا. وعلى حساب حتى الوقيته اللي فوقاش قطعتو البي، واش قطعتو سيمانه ولا يومين قبل ولا نفس نهار الرحله. هاد كاع العوامل كتأدي باش تم التذكرة كيتبدل من مسافر لآخر. ندوزو دابا لاتجاه معاكس. القطارات اللي كنطلق من مدينة مراكش باتجاه مدينة بن قرير، سطات، برشيد والدار البيضاء المسافرين. الإشارة هاد القطارات كتكمل حتى لفاس، وحنا في هاد الجزء غادي نشوفو غير ما بين مراكش كازا، ونشوفو من بعد نشوفو من الدار البيضاء إلى فاس. كيف ما تنشوفو كاين قطار كيخرج من مدينة مراكش في كل ساعة. أول قطار هو على الساعة 4 صباحا و50 دقيقة. القطار رقم 600. للإشارة هاد القطار راني دلونتو باللون الأسود، علاش؟ حيت هاد القطار ما تيكونش أيام الأحد وأيام العطل. لو ديمونش إلى جور فيري ما تيكونش هاد التران باش ديرو حسابو. كما قلنا كاين قطار في كل ساعة من 54 دقيقة ديال الصباح إلى غاية 9 ليلا. للإشارة هاد القطار اللي ملونو باللون الأصفر القطار رقم 628، هذا تيكون فقط يوم الأحد. هذا العكس ديال القطار رقم 600 اللي لونتو باللون الأسود. هاد القطار رقم الأصفر كيكون نهار الأحد صافي، كيزيدو غير نهار الأحد صافي، اللي كينطلق من مدينة مراكش على الساعة 7 مساء.
تيكون في مدينة بن قرير على الساعة 7:45. في مدينة سطات كيكون فيها على الساعة 8:49. وفي برشيد على الساعة 9:09. وصولا إلى محطة الدار البيضاء على الساعة 9 ليلا و38. آخر قطار كيخرج من مدينة مراكش هو قطار رقم ام تي. هاد القطار كيمشي لطنجة. كيخرج من مدينة مراكش على الساعة 9 ليلا. محطة بن قرير كيكون فيها على الساعة 9 ليلا و44. سطات على الساعة 10 ليلا و47. برشيد على الساعة 11 ليلا و9 دقائق. الدار البيضاء المسافرين على الساعة 11 ليلا و42. للإشارة، هاد القطار قلنا كيمشي حتى المدينة، كيوصل لمدينة الدار البيضاء، الرباط، القنيطرة، كيوصل حتى لسيدي قاسم، وكيدور فحالو لطنجة. ما كيمشيش لفاس، هذا كيدور لطنجة، القصر الكبير أصيلة طنجة. بالنسبة للأثمنة من محطة مراكش لمحطة بن قرير، الثمن هو ما بين 36 إلى 49 درهم. ما بين مراكش لسطات الثمن ما بين 78 إلى 104 دراهم. ما بين مراكش وبرشيد الثمن ما بين 88 إلى 117 درهم. الثمن ما بين مراكش والدار البيضاء المسافرين ما بين 110 دراهم إلى 146 درهم. بالنسبة لخط الدار البيضاء في اتجاه مدينة فاس، أغلب هاد القطارات كيجيو من مدينة مراكش. أول قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين هو الساعة 5 صباحا و40 دقيقة. كيكون في مدينة رباط أكدال 6 صباحا 29 دقيقة. مدينة قنيطرة 7 صباحا و5 دقائق. سيدي قاسم 7 صباحا و54 دقيقة. مكناس 8 صباحا و44 دقيقة. مدينة فاس 9 صباحا و24 دقيقة. أول قطار اللي قلنا هو القطار رقم 101. كيتبعو القطار 103 على الساعة 6 صباحا و40 دقيقة. القطار رقم 600 هو اللي كنا شفنا قبيله كيخرج من مدينة مراكش. هاد القطار لونتو باللون الأسود، علاش؟ حيت قلنا هاد القطار ما كيكونش يوم الأحد وأيام العطل، واللي كيخرج على الساعة 7 صباحا من مدينة الدار البيضاء المسافرين. يعني كنتو تسافروا نهار الأحد ما ديروش بحساب التران حيت ما تيكونش. قلنا كاين تران كل ساعة من الدار البيضاء المسافرين من ابتداء من الساعة 5 صباحا و40 دقيقة إلى غاية القطار رقم 139. هو آخر قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 10 ليلا و15 دقيقة، واللي كيوصل لمدينة فاس على الساعة 1 ليلا و58 دقيقة. وكاين تران قبل منه قطار رقم 628 لونتو باللون الأصفر. هاد القطار كيزيدوه يوم الأحد فقط، اللي كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 9 ليلا و40 دقيقة. بالنسبة للأثمنة هما هادو: ما بين الدار البيضاء والرباط 40 درهم. ما بين الدار البيضاء وقنيطرة 55 درهم. ما بين الدار البيضاء وسيدي قاسم ما بين 85 حتى 103 دراهم. ما بين الدار البيضاء ومكناس ما بين 105 دراهم حتى 126 درهم. ما بين الدار البيضاء وفاس ما بين 127 درهم و 152 درهم. ندوزو دابا للخط المعاكس، خط من مدينة فاس اتجاه مدينة الدار البيضاء، مرورا بمحطات مكناس، سيدي قاسم، القنيطرة، الرباط، إلى الدار البيضاء. أول قطار كيخرج من مدينة فاس اتجاه مدينة الدار البيضاء المسافرين هو القطار رقم 507. كيخرج من مدينة فاس على الساعة 2 جوج الليل و50 دقيقة. كيكون في مدينة مكناس على الساعة 3 ليلا و25 دقيقة. كيكون في مدينة سيدي قاسم 4 ليلا و14 دقيقة. مدينة القنيطرة على الساعة 5 ليلا و11 دقيقة. الرباط أكدال 5 ليلا و52 دقيقة. وصولا إلى محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 6 صباحا و50 دقيقة. من وراه كيخرج القطار رقم AM اللي كيخرج من مدينة فاس على الساعة 3 ليلا و42 دقيقة، اللي كيوصل لمحطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 7 صباحا و45 دقيقة. ثم القطار رقم 104 اللي كيخرج على الساعة 4 صباحا و55 دقيقة. هاد القطار اللي ملونو باللون الأسود اللي كيوصل لمحطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 صباحا و35 دقيقة. للإشارة، هاد القطار كما كنا قلنا سابقا بأن هادو اللي ملونين باللون الأسود ما كيكونوش أيام الأحد والعطل، باش ما ديروش بحسابهم. من بعد كاين القطار 106 اللي كينطلق من مدينة فاس على الساعة 5 صباحا و40 دقيقة، وكيتبعو قطار في كل ساعة من الخمسة الصباح و40 دقيقة إلى 6 الصباح و40 دقيقة، 7 الصباح و40 دقيقة، إلى غاية آخر قطار كيخرج من مدينة فاس هو القطار رقم 146. هاو اللي لونو باللون الأصفر، اللي كيكون هذا فقط يوم الأحد على الساعة 8 ليلا و40 دقيقة. وكنزيد نأكد، هذا القطار اللي ملون باللون الأصفر ما كيكونش ديما، كيكون فقط يوم الأحد. باقي الأيام آخر قطار كيخرج من مدينة فاس هو القطار رقم 204. هذا القطار
كيخرج على الساعة 7 ليلا و40 دقيقة، اللي كيوصل محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 11 ليلا ونصف. بالنسبة للأثمنة من محطة فاس لمحطة مكناس، الثمن ما بين 25 حتى 33 درهم. من فاس إلى سيدي قاسم من 44 حتى 53 درهم. من فاس إلى القنيطرة ما بين 75 حتى 99 درهم. من فاس إلى الرباط أكدام ما بين 94 حتى 113 درهم. من فاس إلى الدار البيضاء المسافرين من 127 إلى 152 درهم. ندوز الآن لقطارات خط فاس في اتجاه مدن وجدة أو الناظور. للإشارة، قطارات وجدة والناظور كتشارك نفس المسار بالنسبة لمحطات تازا تاوريت. ومن مدينة تاوريت كينقسم المسار ديالها، قطارات وجدة كتكمل نيشان وقطارات الناظور كدور على اليسار. القطارات اللي تتخرج من فاس والمتوجهة لمدينة وجدة هي 4 قطارات. القطار الأول هو الاسم ديالو ام ا، ماروك الجيري. القطار كان قديم كيجي من الدار البيضاء المسافرين. كيخرج من مدينة فاس على الساعة 1 ليلا و40 دقيقة، كيكون في مدينة تازا على الساعة 3 ليلا و56 دقيقة. مدينة تاوريت كيوصل لي على الساعة 5 صباحا و31 دقيقة، وكيكون في مدينة وجدة على الساعة 7 صباحا و10 دقائق. القطار الثاني اللي كيخرج من مدينة فاس كيتوجه لمدينة وجدة هو القطار رقم 103. القطار كينطلق على الساعة 11 صباحا و5 دقائق، كيكون في مدينة تازا على الساعة 1 و20 دقيقة، وكيكون في مدينة تاوريت على الساعة 3 زوالا و20 دقيقة، كيوصل لمدينة وجدة على الساعة 5 مساء تقريبا. القطار الذي يليه هو القطار رقم 301 اللي كيخرج من مدينة فاس على الساعة 12 النهار و50 دقيقة. من وراه كيخرج قطار رقم 303، هو آخر قطار من مدينة فاس تجاه مدينة وجدة. هو القطار رقم 303 كيخرج على الساعة 4 زوالا و43 دقيقة، كيكون في مدينة تاز على الساعة 6 مساء و53 دقيقة. مدينة تاورت على الساعة 8 ليلا والنصف. ومدينة وجدة كيوصل على الساعة 10 ليلا و12 دقيقة. بالنسبة للقطارات المتوجهة من مدينة فاس إلى مدينة الناظور، هما قطارين فقط في اليوم. القطار الأول هو القطار رقم 139 اللي كيخرج من مدينة فاس على الساعة 2 مع 2 الليل و28 دقيقة، كيتواجد مدينة تاز على الساعة 4 صباحا و34 دقيقة. مدينة تاوريت على الساعة 6 صباحا و21 دقيقة، وكيوصل لمدينة الناظور على الساعة 8 صباحا و11 دقيقة. وكيتبعو القطار الثاني هو القطار رقم 101، هو القطار الثاني اللي كيخرج من مدينة فاس في اتجاه مدينة الناظور. كيخرج من مدينة فاس على الساعة 10 صباحا، كيكون في مدينة تازا على الساعة 12 النهار و19 دقيقة. مدينة تاوريس مع 2 زوالا و34 دقيقة، كيوصل لمدينة الناظور على الساعة 4 زوالا و11 دقيقة. بالنسبة للأثمنة ما بين فاس وتازا 39 درهم، ما بين فاس وتاوريت 71 درهم، ما بين فاس ووجدة 105 دراهم، ما بين فاس والناظور 94 درهم. دابا ندوزو لقطارات العودة من الناظور ووجدة في اتجاه مدينة فاس. بالنسبة لمدينة الناظور، من مدينة الناظور في اتجاه مدن تاوريت تازا وصولا إلى مدينة فاس كاينين 2 قطارات. القطار الأول هو القطار رقم 503، كيخرج من مدينة الناظور على الساعة 9 صباحا و36 دقيقة، كيوصل لمدينة تاوريت على الساعة 11 صباحا و33 دقيقة، كيوصل لمدينة تازا على الساعة 1 زوالا و18 دقيقة، كيوصل لمدينة فاس على الساعة 3 زوالا و40 دقيقة. يليه القطار رقم 507، كيخرج من مدينة الناظور على الساعة 8 و26 دقيقة ليلا، كيكون في مدينة تاوريت على الساعة تقريبا 10 ليلا، كيكون في مدينة تازا على الساعة 12 وثلث بعد منتصف الليل، وكيوصل لمدينة فاس على الساعة 2 وثلث. بالنسبة للأثمنة ما بين الناظور وتاوريت 20 درهم، ما بين الناظور وتازا 65 درهم، ما بين الناظور وفاس 94 درهم.
أما القطارات اللي كتخرج من مدينة وجدة في اتجاه مدينة فاس هي 4 قطارات. القطار الأول هو القطار رقم 202، كيخرج من مدينة وجدة على الساعة 7 صباحا و50 دقيقة، كيوصل لمدينة تاوريت على الساعة 9 صباحا و34 دقيقة، كيوصل لمدينة تازة على الساعة 11 صباحا و13 دقيقة، وكيوصل لمدينة فاس على الساعة 1 بعد الزوال و25 دقيقة. يليه القطار رقم في 15206 اللي كينطلق من مدينة وجدة على الساعة 11 صباحا و35 دقيقة، كيوصل لمدينة فاس على الساعة الخامسة مساء و24 دقيقة. ثم القطار رقم 204 اللي كيخرج من مدينة وجدة على الساعة 1:30 بعد الزوال، وكيوصل لمدينة فاس على الساعة 7 مساء و10 دقائق. ثم آخر قطار اللي كيخرج من مدينة وجدة هو القطار رقم AM، يخرج على الساعة 9 ليلا و35 دقيقة، وكيوصل لفاس على الساعة 3 فجرا و7 دقائق. بالنسبة للأثمنة، ما بين وجدة وتاوريرت 830 درهم، ما بين وجدة وتازة 71 درهم، ما بين وجدة وفاس 105 دراهم. بالنسبة للقطارات الكلاسيكية العادية اللي تخرج من مدينة طنجة في اتجاه مدن فاس أو القنيطرة، مرورا بمحطات أصيلة، القصر الكبير، سوق الأربعة ومشرب القصيري، فهي 4 قطارات في اتجاه القنيطرة و4 قطارات أخرى في اتجاه فاس، منها 2 قطارات تيكملو حتى الوجدة. نبداو بالقطارات الكلاسيكية اللي تتمشي للقنيطرة، وهي القطار الأول هو القطار رقم 351، هو أول قطار كيخرج من مدينة طنجة في اتجاه مدينة القنيطرة، قطار عادي كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 6 صباحا و35 دقيقة، كيكون في مدينة أصيل على الساعة 7 صباحا و13 دقيقة، مدينة القصر الكبير على الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، مستعرب القصير على الساعة 8 صباحا و45 دقيقة. من بعد كيدور كيمشي لدار الداري حتى كيوصل للقنيطرة. القطار اللي كيتبعوه اللي كيمشي للقنيطرة هو القطار رقم 353 اللي كيخرج على الساعة 9 صباحا و35 دقيقة. من بعد كاين القطار رقم 355 هو القطار الثالث اللي كيمشي للقنيطرة، وكيخرج على الساعة 4 زوالا و20 دقيقة. ثم آخر قطار اللي كيمشي للقنيطرة هو القطار TM طنجة مراكش. إشارة، هذا القطار كيمشي حتى لسيدي قاسم وكيدوز على سيدي سليمان، قنيطرة، الرباط، الدار البيضاء، برشيد، سطات، بن قرير حتى كيوصل لمراكش. القطار الأخير قطار TM اللي كيخرج من طنجة، هو آخر قطار كيخرج من طنجة على الساعة 12 لارو ديال الليل. بالنسبة للقطارات اللي كتمشي لفاس، أول قطار كيمشي لفاس هو قطار رقم 301، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 7:30 صباحا، كيكون في مدينة أصيل على الساعة 8 صباحا و10 دقائق، القصر الكبير على الساعة 8 صباحا و55 دقيقة، مستراب القصير على الساعة 9 صباحا و46 دقيقة، سيدي قاسم على الساعة 10:30، مكناس على الساعة 11 صباح وثلث، فاس كيوصل لي على الساعة 12 قل قسمين، وكيبقى فيها ساعة حتى الوحدة قل قسمين، حيت هاد التران كيكمل لوجدة. هاد الساعة اللي كيبقاو كتبدل القاطرة، كتحيد القاطرة ديال الضوء إلكتريك وكيديرو القاطرة ديازل. كيكون في التاوريرت على الساعة 5 قل القسم العشية، وكيوصل لوجدة على الساعة 6:35 مساء. تاني قطار كيمشي لفاس هو القطار رقم 303، قطار كيخرج من طنجة على الساعة 11:35 كيوصل لمدينة فاس على الساعة الثالثة زوالا و48 دقيقة، وهذا القطار أيضا كيكمل حتى لوجدة. القطار الثالث اللي كيمشي لفاس هو القطار رقم 305، كيخرج على الساعة الثانية زوالا و25 دقيقة مع 2:25 ديال العشية، كيوصل لفاس على الساعة 7 قل قسمين. آخر قطار كيخرج من طنجة كيتوجه لمدينة فاس هو القطار رقم 307 اللي كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 7 مساء و10 دقائق، كيوصل لمدينة فاس على الساعة 11 ليلا و40 دقيقة. بالنسبة للأثمنة، ما بين طنجة حتى الأصيلة في الترن العادي 17 درهم، ما بين طنجة حتى القصر الكبير 40 درهم، ما بين طنجة حتى المشرب القصيري 57 درهم، ما بين طنجة حتى سيدي قاسم 72 درهم، ما بين طنجة المكناس 90 درهم، طنجة فاس 110 دراهم، طنجة تازة 148 درهم،
طنجة تاوريرس 187 درهم، وطنجة وجدة 220 درهم. بالنسبة للقطارات المباشرة من فاس حتى لطنجة كاينين 4 القطارات، هما هادو. حيت كاينين قطارات اخرين يمكن لك تمشي حتى للقنيطرة وتشد تي جي في، ولكن هادو اللي حديكم دابا اللي كتشوفوا في الصورة ما غاديش تبدل، غتمشي نيشان من فاس حتى لطنجة في القطار العادي. اول قطار كيخرج من فاس اتجاه مدينة طنجة هو قطار رقم 180، كيخرج على الساعة 7 صباحا، كيكون في مكناس على الساعة 7 صباحا و 34 دقيقة، سيدي قاسم على الساعة 8 صباحا و 24 دقيقة، القصر الكبير على الساعة 9 صباحا و 55 دقيقة، أصيل على الساعة 10 صباحا و 45 دقيقة، وكيوصل لطنجة على الساعة 11 صباحا و 18 دقيقة. يليه القطار رقم 501، كيخرج من مدينة فاس على الساعة 11 و 15 دقيقة صباحا، كيوصل لمدينة طنجة على الساعة 3 و 37 زوالا. ثم القطار رقم 202، كيخرج من مدينة فاس على الساعة 2 مع الجوج د العشية، كيوصل لطنجة مع 7 قل ثلث. ثم آخر قطار كيخرج من مدينة فاس هو القطار رقم في 200 ألف. هاد القطار كيخرج من مدينة فاس على الساعة 6 مع 6 العشية، كيوصل لمدينة طنجة على الساعة 11 قل ثلث ديال الليل. بالنسبة للأثمنة ما بين فاس المكناس تختلف الأثمنة ما بين 17 درهم، 28 درهم، 33 درهم على حسب القطار. ما بين فاس وسيدي قاسم ما بين 49 و 59 درهم. ما بين فاس والقصر الكبير 74 درهم. ما بين فاس وأصيلة 92 درهم عفوا. وما بين فاس وطنجة 110 درهم. بالنسبة لخط الدار البيضاء خريبكا كاينين 3 ترانات كيخرجوا من محطة الدار البيضاء المسافرين في اتجاه برشيد، سيدي حجاج وخريبكا. أول قطار كيخرج هو القطار رقم 901، كيخرج من مدينة الدار البيضاء على الساعة 8 و10 دقائق صباحا، كيكون في مدينة برشيد على الساعة 8 صباحا و 48 دقيقة، كيكون في سيدي حجاج على الساعة 9 صباحا و 59 دقيقة، وكيوصل لمدينة خريبكا على الساعة 10 صباحا و 43 دقيقة. القطار الذي يليه هو القطار رقم 903، كيخرج من مدينة الدار البيضاء على الساعة 1 و10 دقائق، كيوصل لمدينة برشيد على الساعة 2 قل 10 دقائق، كيوصل سيدي حجاج على الساعة 3 قل 2 دقائق، كيوصل لخريبكا مع 4 إلا ربع. ثم آخر قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء هو القطار رقم 905، كيخرج على الساعة 7 و10 دقائق، وكيوصل لخريبكا على الساعة 10 قل 10 دقائق ليلا. الإشارة هاد القطار كيكمل حتى لواتزم. بالنسبة للأثمنة ما بين الدار البيضاء إلى برشيد 21 درهم، ما بين الدار البيضاء إلى سيدي حجاج 28 درهم، ما بين الدار البيضاء إلى مدينة خريبكا 37 درهم. بالنسبة للقطارات اللي كيكونوا راجعين من خريبكا الى مدينه الدار البيضاء كاينين 3 القطارات. القطار الاول هو القطار رقم 900، الاشاره هذا القطار كيجي من واتزم، كيكون في مدينه كيخرج من مدينه خريبكا على الساعه 7 صباحا و 35 دقيقه، مدينه سيدي حجاج 8 صباحا و 16 دقيقه، مدينه برشيد كيكون في على الساعه 9 صباحا و 33 دقيقه، وكيوصل لمحطه الدار البيضاء المسافرين على الساعه 10 صباحا و 18 دقيقه. ثم كاين القطار رقم 902 اللي كيخرج من مدينه خريبكا على الساعه 11 صباحا مع 11 ونص تاع الصباح، كيوصل للدار البيضاء المسافرين مع 2 و 3. ثم اخر قطار كيخرج من مدينه خريبكا كيخرج مع 6 و4 ديال العشيه، وكيوصل للدار البيضاء مع 9 قل القسم. بالنسبه للاثمنه ما بين خريبكا حتى لسيدي حجاج 16 درهم، ما بين خريبكا حتى لبرشيد 27 درهم، ما بين خريبكا حتى للدار البيضاء 37 درهم. بالنسبه لخط بن قرير اسفي كاينين 2 قطارات في النهار. اول قطار كيخرج من بن قرير هو القطار رقم 701 مع 11 و 55 ديال النهار، كيوصل لمدينة اليوسفية على الساعة 12 و 43، ثم كيوصل لمدينة اسفي على الساعة 2 مع 2 ديال النهار. القطار الاخير هو القطار رقم 703، كيخرج مع 8 قل القسم من بن قرير، كيكون مع 9 قل ثلث في اليوسفية، وكيوصل لاسفي مع 10 ديال الليل تقريبا. بالنسبة للأثمنة ما بين بن قرير اليوسفية 16 درهم، ما بين بن قرير حتى الأسفي 37 درهم.
بالنسبه للقطارات اللي كيرجعوا من اسفي لبنكرير جوج ايضا. اول قطار كيخرج من اسفي هو القطار رقم 700، كيخرج من اسفي مع 8 وربع ديال الصباح، كيوصل اليوسفيه مع 9 ونص، كيوصل لمدينه بنكرير مع 10 وربع ديال الصباح. القطار الذي يليه هو القطار رقم 702، كيخرج من مدينة أسفي مع 4 و10 دقائق، كيوصل لمدينة يوسفية مع 5 و29 دقيقة، وكيوصل لمدينة بنكرير على الساعة 6 و12 دقيقة. بالنسبة للأثمنة ما بين أسفي اليوسفية 23 درهم، ما بين أسفي وبنكرير 37 درهم. بالنسبة لخط الدار البيضاء الجديدة، فكيتم تأمين هذه القطارات عبر قطارات المكوكية السريعة TNR. الانطلاق ديال هاد القطارات كتكون من محطة الدار البيضاء الميناء مرورا بمحطة الدار البيضاء المسافرين في اتجاه مدينة أزمور والجديدة. أول قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 و44 دقيقة، والقطار رقم 803 كيوصل لمدينة أزمور على الساعة 9 صباحا و52 دقيقة، وكيوصل لمدينة الجديدة على الساعة 10 صباحا و10 دقائق. يليه القطار رقم 805 807 809 811 813 815، هادو كيكونوا ديما، و 817 هو آخر قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء في اتجاه مدينة الجديدة. آخر قطار كما قلنا كيخرج من مدينة الدار البيضاء هو القطار رقم 817، كيخرج على الساعة 9 د العروض ديال الليل، كيوصل الجديدة على الساعة 10 و5 دقائق ديال الليل. والإشارة التران اللي قبل منه هاد في 15004، هذا اللي مصبغ باللون الأسود. هاد التران كيجي من مدينة القنيطرة مرورا بمدينة السلا، الرباط، الدار البيضاء في اتجاه مدينة الجديدة. وهاد التران ما كيكونش يوم السبت، علاش درتو باللون الأسود. هذا اللي كيخرج من مدينة الدار البيضاء على الساعة 8 قلقسمين ديال الليل، وكيوصل للجديدة على الساعة 9 ديال الليل. هاد القطار قلنا ما كيكونش يوم السبت. بالنسبه للاثمنه ما بين الدار البيضاء الازمور 33 درهم، ما بين الدار البيضاء الجديده 37 درهم. بالنسبه للاتجاه المعاكس من مدينه الجديده في اتجاه مدينه الدار البيضاء، اول قطار كيخرج من المدينه الجديده هو القطار رقم 802. هاد القطار ما كيكونش يوم الاحد، كيكون السيمانه كامله، ويوم الاحد والعطل ما تيكونش، اللي يديروا باللون الاسود. كيخرج من المدينة الجديدة على الساعة 6:30 صباحا، كيكون من مدينة أزمور على 6 صباحا و42 دقيقة، وكيوصل لمدينة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 7 صباحا و51 دقيقة. من بعد كاينين الترانات هادو كيكونوا السيمانة كاملة، كيبداو من القطار رقم 804 اللي كيخرج من المدينة الجديدة مع 7:30 الصباح، كيكون في مدينة الدار البيضاء مع 9 ديال الصباح، إلى غاية آخر قطار اللي كيخرج من المدينة الجديدة، قطار رقم 818. هذا القطار كيخرج من المدينة الجديدة مع 8 و35 ديال الليل، وكيوصل لمدينة الدار البيضاء المسافرين مع 10 ودقيقة. بالنسبة للأثمنة ما بين الجديدة وأزمور 16 درهم، ما بين الجديدة وكازا فواياجور 37 درهم. ندوزو دابا القطارات الفائقة السرعة، البوراق لي تي جي في اللي كاينين ما بين الدار البيضاء وطنجة. أول قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء هو القطار رقم 1001، اللي كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 6 صباحا، كيوصل لمدينة الرباط على الساعة 6 صباحا و45 دقيقة، مدينة القنيطرة على الساعة 7 صباحا و17 دقيقة، وكيوصل لمدينة طنجة على الساعة 8 صباحا و10 دقائق. هنا كاينين كل ساعة كاين تران، 6 الصباح، 7 الصباح، 8 الصباح، إلى غاية 9 ديال الليل. آخر قطار كيخرج من مدينة الدار البيضاء المسافرين في اتجاه مدينة طنجة هو القطار رقم 1061، اللي كيخرج من محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 9 ليلا، كيكون في محطة رباط أكدال 9 ليلا و45 دقيقة. محطة القنيطرة كيكون فيها على الساعة 10 ليلا و17 دقيقة، وكيوصل لمدينة طنجة على الساعة 11 ليلا و10 دقائق. ولكن للإشارة هنا انتبهوا مزيان، تي جي في رقم 1001 اللي تيخرج من مدينة الدار البيضاء على الساعة 6 صباحا، اللي نديرو هنا باللون الاسود، ما تيكونش هي ايام السبت والاحد وايام العطل. انا باش نديرو بحسابكم، اذا هي ايام السبت والاحد وايام العطل، اول تي جي في كيخرج هو رقم 1005 اللي كيخرج مع 7 الصباح. وبالنسبه للتي جي في اللي الرقم ديالو 1057 اللي يديرو باللون الاصفر، اللي كيخرج مع 8 الليل،
هذا ما تيكونش السيمانه كامله، كيكون فقط ايام الجمعه والاحد صافي. ايام باقي الاسبوع ما تيكونش. بالنسبه للاثمنه علامه البوراق، ما بين الدار البيضاء المسافرين الى الرباط اكدال 50 درهم، ما بين الدار البيضاء المسافرين ومحطه القنيطره 80 درهم، ما بين الدار البيضاء المسافرين وطنجة هنا الثمن كيتبدل. تقدر تقطع من 99 درهم حتى ل 224 درهم حتى ل 246 درهم. هنا الثمن كيتبدل على فوقاش قطعتي، واش النهار قبل، واش داك النهار، واش السيمانه، واش اسبوع، الى هكذا. بالنسبه لخط طنجة اتجاه القنيطره الرباط والدار البيضاء، علامة قطارات البوراق لي تي جي في، فنفس الامر. اول قطار كيخرج من مدينه طنجة هو القطار رقم 2001، هنا اللي ديرو باللون الاسود. هذا الاشار نذكر ان هذا القطار ما تيكونش ايام السبت والاحد والعطل. هاد التران ديال 6 الصباح اللي كيخرج من مدينه طنجة ما كيكونش ايام السبت والاحد والعطل، كيكون فقط من الاثنين حتى الجمعه. بالنسبه لباقي القطارات فكتكون ديما باستثناء القطار اللي ملونو باللون الاصفر، حتى نشرحو لكم دابا. لأن أول قطار كيخرج من مدينة طنجة هو القطار رقم 2001، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 6 صباحا، كيوصل لمدينة القنيطرة على الساعة 6 صباحا و45 دقيقة، كيوصل لمدينة الرباط أكدال على الساعة 7 صباحا و17 دقيقة، وكيوصل المحطة الأخيرة محطة الدار البيضاء المسافرين على الساعة 8 صباحا و10 دقائق. يليه القطار البوراق رقم 2005، كيخرج من مدينة طنجة على 7 صباحا، وهكذا كاين كل ساعة كاين تي جي في إلى غاية الساعة 9 ليلا. إذا آخر قطار كيخرج من مدينة طنجة في اتجاه مدينة القنيطرة الرباط والدار البيضاء هو القطار رقم 2061، كيخرج من مدينة طنجة على الساعة 9 ليلا، كيكون في مدينة القنيطرة مع 10 الغروب، كيكون في مدينة الرباط على الساعة 10 و17 دقيقة ليلا، وكيوصل لمدينة الدار البيضاء على الساعة 11 ليلا و10 دقائق. ولكن الإشارة التران اللي قبل منه الرقم ديالو 2057، هذا اللي ملونو باللون الأصفر. هذا القطار اللي كيخرج من مدينة طنجة مع 8 الليل، هذا ما تيكونش ديما، تيكون فقط أيام الجمعة والأحد صافي. أيام الأسبوع الأخرى ما كيكونش، كيكون غير الجمعة والحد. بالنسبة للأثمنة ما بين طنجة والقنيطرة، ما بين 102 درهم حتى 153 درهم، وتقدر تقطع حتى ل 89 درهم. ما بين طنجة والرباط أكدال ما بين 127 درهم حتى 189 درهم، وما بين طنجة والدار البيضاء المسافرين ما بين 99 درهم حتى 246 درهم. هاد الثمن ديال 99 درهم ما تيكونش ديما، وباش تستافد منه خصك تحقق واحد الشروط كنت شرحتها قبل في واحد الفيديو ديال كيف تستفيد من تذكرة 49 درهم. هنا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. الا كان عندكم شي سؤال ولا شي استفسار خليوه لي في التعاليق وغادي نجاوبكم عليه ان شاء الله بحول الله. ونتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، ولا تنسونا من خالص الدعاء لكم، وشكرا.